فما تحطش وقتك ومجهودك في مشاكل صغيره، بيسموها كده تشيب بروبلم. بيضايقوا مني جدا في الشغل لما حد يجي يقول لي مشكله اقول له عادي، ويبقى واحد داخل متعصب بيشد في شعره، بنقول لك عايزينه ضروري، واقول له ماليش دعوه ماليش دعوه بشركتك دي ولا بشركتك انت، والله العظيم ماليش دعوه، ما تشغلوش دماغي. طب مش عارف ايه اللي حصل، ماليش دعوه يعني، حل انت، جود لك. فيتضايقوا مني جدا، وبصراحه انا بسيبهم يتضايقوا عادي، ما بيتنرفزش ما بيتنرفزش، لان انا اتعودت برضو ان مش كل مشكله تستاهلني يعني انا اكيد في حاجات حتى لو هي مشاكل انا ما ينفعش اتدخل فيها، انا ما ينفعش لا اضيع طاقتي ولا اضيع مجهودي ولا وقتي ولا اي حاجه على ان انا احل مشاكل الصغيره دي. اكيد في مشاكل تانية حجمها اكبر، محتاجه ناس اشطر، محتاجه ناس اكبر، محتاجه ناس بعقليه مختلفه، اكيد دي دوري، ده دوري. اللي انا قصدي اقوله لك ان انت لو سحلت نفسك في الحاجات الصغيره اصلا مش هتشوف الحاجات الكبيره، وهتتسحل وهتطلع عينك في مشاكل صغيره، وده ما عملش وده ما شافش وده ما بصش وده ما راحش وده ما جاش ودي فرقعت ودي فتحت. انا عارف ان انت برنس الليالي وسوبرمان وتعرف تخش تحل، بس عايزك تسال نفسك سؤال كده، هو انا لو ما دخلتش حليت الدنيا هتمشي ولا هتقف؟ لو طلعت هتمشي يبقى دي مش بتاعتك. طب افرض هم حلوها غلط، مش مشيت، مش بتاعتك. طب افرض هم حلوها وحش، مش مشيت، مش بتاعتك. لو الدنيا ما مشيتش ووقفت حرفيا تبقى دي مشكلتك انت. فاحنا بنحط المشاكل مربعات للناس في ادارات مختلفه بيزد اون مين اللي يحط ايده في المشكله دي فتمشي، فيبقى دي مشكلته. فانت كفاوندر او اونر بتعمل شركه مهما كانت صغيره، لو المشكله دي هتعدي يعني يبقى مش مشكلتك. حتى لو انت واحد تاني بس اللي في الشركه، يعني حتى لو انتوا الاثنين بس اللي في الشركه وهي مش بتاعته وما عرفش يحلها، ولو ما اتحلتش الشركه هتمشي، تبقى ايفن مش مشكلتك. ما دام عدم تدخلك هيخلي الشركه ماشيه تبقى مش مشكلتك. فما تحطش وقتك ومجهودك في مشاكل صغيره، بيسموها كده تشيب بروبلم. ما بتحطش فيها مجهودك ووقتك، وخليك لما المشكله تبقى تستهلك خش، عشان ما تضيعش وقتك وطاقتك ومجهودك وتفضل مركز. ولو عجبك الكلام ده سيب لي كومنتس هنا، وهنفتح الباب دلوقتي ونرجع لك تاني. السلام عليكم.